حاجه مهمه كمان وخلاص احنا كده بنقفل الحلقه، يعني حاجات تزود لك افراز الجي ال بي. تاني هقول انك محتاج تمارس الرياضه سواء كان في الجيم او تتمشى، لان ده بيحفز من افراز الهرمون ده بشكل طبيعي. كمان ده بيحسن من الهضم بشكل عام. كمان نقدر ناخد بقى لو ده كله عملته وحسيت ان انت ده ما زادش معاك، ساعتها بس ممكن تزور دكتور وتقول له يا دكتور انا ممكن اخده ولا لا. لكن صدقوني كل الحاجات دي بشكل طبيعي جدا تقدر تخليك كأنك اخدت الحقن بالظبط، وتخليك تخس بشكل كويس وتخلي جسمك يبقى نشيط. لكن الفيديو ده بيتقال للناس اللي مش مريضة سكر، والناس اللي مش بتاخد ده علاج، الناس اللي بتحاول تعمل حاجات صحية عشان تخس. اتمنى يكون الفيديو مفيد. لو عندكم اسئله سيبوها لي في الكومنتات، ولو شايف ان الفيديو مفيد اعمل لنا بقى سبسكرايب واعمل منشن وشير لاصحابك، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.